كالعاده الاهلي وصن داونز في دوري الابطال. صن داونز عنده 3 ميزات الاهلي لازم يخلي باله منها. اول ميزه لصن داونز السنه دي الضربات الثابته والضربات الركنيه، لازم الاهلي يخلي باله جدا لان اغلب اجوان صن داونز السنه دي من ضربات ثابته وضربات ركنيه، دي اهم نقطه. تاني نقطه صن داونز السنه دي قوي جدا دفاعيا، يعني ما بيخشش في جون بسهوله. صن داونز قوي دفاعيا بسبب المدرب، ان هم غيروا المدرب بقى مدرب بيلعب باسلوب دفاعي. صن داونز السنه دي لما بيكسب 1-0 بيخسر 1-0 بيكسب 2-1 كلها بيلعب في فرق جون بس، لان هو قوي دفاعيا السنه دي عن كل سنه. الحاجه الثالثه وهي الميزه الثالثه لصن داونز وهو الارض طبعا والجمهور. ماتش عن ساعه العصر ده طبعا بيأثر على النادي الاهلي كلياقه بدنيه، تمام. وده كان واضح في ماتش بيراميدز اللي فات ان الاهلي لياقته بدنيه قليله جدا، فدي هتبقى مشكله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فلازم الاهلي يخلي باله ويحاول يطلع بقدر الامكان هناك بالتعادل. عرف يخطف جون ماشي ما عرفش، اهم حاجه التعادل هناك. وان شاء الله الماتش هنا في مصر الاهلي يقدر يكسب طبعا بحضور جماهير الاهلي في استاد القاهره. سلام.